النهارده انا جبت لك ارخص تجميع تقدر تجيبها من غير كارت شاشه خارجي. افضل لابتوب جديد بكارت شاشه RTX وسعره مفاجئ. افضل تجميعة متوسطة في 2024، وهي فعلا افضل تجميعة متوسطة في 2024. في فيديو النهارده انا جبت لك افضل كروت الشاشة للاجهزة الاستيراد تحت ال 2000 جنيه. تشتري بي اس 5 ولا بي سي بنفس السعر في 2024؟ هل كروت البولاريس او كروت RX انصح بيهم؟ بشرح لك كل قطع الكمبيوتر في 40 ثانية، يلا بينا. في تجميعة النهارده انا جبت لك ارخص معالج من AMD تقدر تعتمد عليه في الالعاب والمونتاج، وهو الرايزن 3 2200G. المعالج ده بيجي باربع انواع واربع مسارات، وسرعته على البيز 3 و6 وعلى التربو 3 و7. المعالج ده بيجي بكارت داخلي وهو الفيجا 8 اللي بيجي بتردد 1100 ميجا هرتز. المعالج ده هتلاقيه في المستعمل عامل 1510 في المتوسط. وهنجيب مع ال 2200 جي 16 جيجا رامات حبتين بسرعة 2660 ميجا هرتز. هتلاقي الحبة الواحدة 8 جيجا عاملة مستعمل 735 جنيه في المتوسط، والحبتين هيبقوا عاملين في المتوسط 1470 جنيه. كده سعر التجميع لحد دلوقتي عاملة 2980 جنيه. وهنجيب SSD ساتا بحجم 128 جيجا هتلاقيها مستعمل عاملة 800 جنيه في المتوسط. والبوردة اللي هتشيل كل القطع دي وهي البي 450 MDS3H. البوردة دي بتدعم معالجات رايزن من الجيل الثالث والثاني والاول بسوكت AM4، وفيها 4 سوكت رام بتشيل لحد 128 جيجا بسرعة 3600. البوردة دي هتلاقيها عاملة مستعمل 3150 جنيه في المتوسط، وسعر التجميع لحد دلوقتي عاملة 6980 جنيه. فاضل الكيس والباور. الكيس هتجيب اي كيس مستعملة ما تعديش ال 500 جنيه، والباور فاحنا مش هنحتاج باور اعلى من 400 واط، وهتلاقيه في المستعمل عامل 700 جنيه في المتوسط. وكده توتال التجميع 8130 جنيه. تعال نشوف اداء التجميع في الالعاب. Poison's gone. Nice shooting. What happened?
arrived at your destination. Hostile right here. وده كان اداء التجميع في الالعاب. التجميع مش هتخيب املك خالص في الالعاب والمونتاج، وادائها ممتاز جدا في العاب الاي سبورتس زي ما انت شفت في التجارب. بس الالعاب التقيله مش هتشغلها لك بشكل كويس، لان طبعا بتبقى الالعاب التقيله محتاجه في رام اعلى وكارت شاشه خارجي. وكده انا اكون خلصت كل حاجه في فيديو النهارده. ما تنساش لو عجبك الفيديو تعمل لايك، ولو مش مشترك اشترك وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديده اللي هننزلها على القناه. وبس كده، اشوفكم في فيديو جديد. يلا سلام.